السلام عليكم ورحمة الله. مشاهدينا مستمعينا، مرحبا بكم. حلقة جديدة من حلقات معلومات جي بلوكين. اليوم ان شاء الله غادي نوريكم كيفاش ديروا فيزا باش تفعلوا الباي بال ديالكم ان شاء الله بطريقة فعالة 100% او 1000 على 1000 على 1000 على 1000. المهم هنا اول حاجه تنقولوا نديروا كارت فيزا باش نفعلوا الباي بال، والمهم عندنا هو يكون عندنا باي بال مفعل. الباي بال المفعل نشريو به، نصيفطو وتصيفطو عندنا الفلوس. هذا هو المهم. شي حاجه اخرى ما تقلبوش عليها. بهذا الحساب هذا تشري وتبيع وتحول الاموال وهادشي كامل مضمون بهذه الطريقه اللي غنوريكم. والطريقه ماشي هاكر او ناخذوا المعلومات ديال شي واحد. هادشي هذا ما غاديش نعطيكم عليه الشرح بحال هادشي هذا. هاد الطريقه ناجحه 100%، وان شاء الله اتبعوا الخطوات اللي غنوريكم وتحصلوا على باي بال مفعل شبه قانوني، ما فيه حتى مشكل. وجميع الخاصيات اللي غادي يخصكم ان شاء الله غادي نوريها لكم خطوه بخطوه. الخطوه الاولى خصنا رقم امريكي. رقم امريكي راه هبطت عليه واحد 3 ايام دابا. راه حطيت الحلقه كيفيه الحصول على رقم امريكي كما كتشوفوا معايا. هو راه هنايا، يلا حطيتو، راه ما فايداش 3 ايام. اول حاجه هو رقم امريكي، ثاني حاجه ايميل امريكي، ثالث حاجه الموقع فاش غنتسجلوا ان شاء الله. عندنا 3 الخطوات، تبعوا معايا خطوه بخطوه. اللي مستعد باش يفتح الحساب ديال هاد الفيزا هادي يبدا معايا خطوه بخطوه. اول حاجه غتلقى رابط الموضوع تحت الفيديو هذا. غتدخل الموضوع غتلقى احصل على رقم امريكي، هو الاول. كيفيه الحصول على رقم امريكي، تضرب في 3 دقائق او 2 دقائق تحصل على رقم امريكي. غيولي عندك رقم بحال هذا رقم ديالي امريكي كما كتشوفوا معايا باللوقيل. هذه هي النمره ديالي. تنصيفطو عندي الميساجات بدون ايتها مشكله. تنحلوا الحساب ديالنا امريكي، رقم امريكي. والخطوه الثانيه هي نحلوا الايميل الامريكي اللي هو هذا كما كتشوفوا معايا. غادي تلقاو مشكل مع اللغه، ولكن غنعطيكم بعض المعلومات ما غاديش تلقاو مازال مشكل مع اللغه. انا في الاول لقيت مشكل مع اللغه ودات لي الوقت باش حليت المشكل ديال اللغه. حتى التراديكسيون ديال جوجل ما تيقبلش اللغه ديال ما اظن غتكون روسيا، ما اظن الشيء اللي تيبان ليا. اول حاجه نديرو التسميه ديالنا هنا باش نبداو. حنا دابا بدينا حلينا الكونت ديال رقم امريكي. حنا في الخطوه الثانيه نمشي معكم الخطوه الثانيه بعد ما حليتو الكونت. نديرو التسميه ديالنا هنايا، تبعوا معايا هنا كما درتو. ما كاينش الاشكال، ما غاديش عنديش الاشكال. هذا هو المهم. هو غيختار لك راسو، هو اختار لنا هذا الكود يكون سيكوريتي، يكون كود قاصح. الا ما كاينش كود قاصح ما يقبلش لك. هادشي هنايا تاخذ بعض المعلومات على الكود يكون سيكوريتي 100%. الا بغيتي تقبل لك تدخل ليها تاخذ بعض المعلومات. هما ضروري تستعمل هادو حروف صغيره، الارقام. الا ما كاينش هادشي هذا راه ما يتقبلش. هذه ما نهضرش عليها. نديرو حرف كبير، حرف صغير، شي لعيبه من اللعيبات هي هذيك.
نعاودو الكود ديالنا سي بون. مشكل اخر فاش نهضر على المشكل ديال اللغه، غتلقاو مشكل في الاختيار باش تختاروا ميريكان هنايا. انا حاولت سهلت عليكم الوضع كما كتشوفوا. غتقلبوا على هاد السميه اس، هادي بحال في ا اس في ا كما كتشوفوا، واخا ماشي هي. ولا ديروا الطريقه اخرى اللي هي هذه. شوفوا معايا، نطلعوا نهبطوا حنا في الكلافي ديالنا، نطلعوا ولا نهبطوا. كتشوفوا تقلبوا على امريكان، راه تيبان هنايا، ها هي امريكان. هذا هو الحل الوحيد، هذا هو الحل اللي عندنا. حنا حلينا الحساب ديالنا امريكي ان شاء الله. هنا نديروا اي حاجه درناها ماشي مشكل. ماروكو، هذا ماروكو كما قلنا قبيله. المدينه هذه ولا الدوله ماروكو. هذا العنوان، الله اعلم هذا العنوان. هذا ماروكو، هذا اللي بان هنايا راه ماروكو. نوريك عليه هو نيت، معنديش الاشكال. ونحل الكونت ديالي ديال هذا كود سيكوريتي. واش نتا بنادم ولا بيسي بوحدو ولا شي بروغرام هو اللي تيسجل؟ هداكشي علاش يعطيونا هاد الكابيتشا. ان شاء الله يتقبل لنا الحساب. حنا في صداد يعطينا كما قلت لكم الكود ما تقبلش. هذا هو المشكل ديال الكود ما تقبلش. الا ما كانش شي كود نيت ما غاديش يتقبل. نحاول نعاود الكود، ندير شي حاجه تكون هي ناخذها من عندهم هنا نيتو، وندير عليها الموديفيكاسيون. ناخذ هذه نديرها هنا ونزيدها حرف ونحطها هنايا ونزيدها حرف او حرفين او 3 احرف. انت تعرف ديك الساعه ماشي مشكل. انا نزيد 3 الاحرف على بركة الله. حطيت شبه ديما دخلنا كابيتشا ديالنا. زيرو ولا الله اعلم. نديرو زيرو ونشوفو. مكانش يعطيونا واحد اخر ندخلو اذا مكان. واخيرا تم تفعيل الايميل بنجاح. الخطوة الثانية شناها؟ حنا في صدد الخطوة الثالثة والآخرة باش نفتحو على الكارت ديالنا، كارت كريدي. الموقع غادي تلقاوه في الموضوع كما قلت لكم. جميع المواقع اللي غادي يحتاجوا في هذا الشرح هذا اللي هضرت عليهم غتلقاوهم في الموضوع. الموقع هو هذا. الا بغيتي تشري بعد ما تسجلت، انا راه تسجلت عندي الحساب. اول حاجه تدير التسميه ديالك والايميل هذا. تدير هذا الايميل هذا، ميمكنش دير شي ايميل اخر. الايميل اللي تسجلنا به اللي هو هضرنا عليه، الايميل اللي كان هو اللي غيطلبوا لك. شي ايميل اخر ما يطلبوش. والتليفون، رقم التليفون اللي هو رقم، تدير رقم باش يصيفطوا لك اكتيفاسيون مباشره. تدير الرقم ديالك، تاخذ الرقم بحال هكا
تدير زائد واحد وتتحط النمرة هادي بحال هكا، ومباشرة تيصيفطو لك كود الأكتيفاسيون كما شفتو معايا. هذا هو الكود ديال الأكتيفاسيون، ها هو صافتو ليا الكود ودخلت الكود وعطاوني الحساب ديالي ديال كارت. هذا هو الحساب ديالي، هذا هو فيه جميع المعلومات. تتجي هنا الأولى الثانية الثالثة، تتجي الثالثة كارت بانكير. هذه لا، إلا بغيتي تشريها نتا، إلا كان عندك الرصيد بغيتي تشريها، هذه ممكن يعطيوك بها التسمية ديالك وصيفطوها لك. حنا عندنا الغرض بالأخيرة هي هذه هي الكارت ديالي، ماستر كارت تم التفعيل، وهذه هي ديالي الكارت ديالي كما كتشوفوا. تتجي لهادي وتتورك عليها كما كتشوفوا، ها هي سعيد باللقيط. لاكارت ديالي راه صافتو ليا، هذا هو السيري ديالها، صافتو ليا المعلومات في النمرة ديالي، المعلومات ديال وقتاش غتسالي وديك المعلومات الاخرى اللي غادي يحتاجو في التفعيل في البايبال، داكشي كامل كيصيفطوه ليك هنايا كما كتشوفوا. راه صافتو، هذا هو الميساج اللي فيه المعلومات ديال لاكارت، فيه جميع المعلومات. تم التفعيل، الحساب بنجاح، حساب بايبال فعلته خدام. وقضية أخرى، بعد ما خديت هاد الكارت هادي من هاد الموقع، مشيت للبايبال، حليت بايبال جديد أمريكي. كيفاش نحصلو على بايبال أمريكي؟ راه ساهل، ماشي شي حاجة صعيبة. تنحلو كونت جديد، تنديرو حساب أمريكي من الدولة ديال أمريكا، تنديرو الإيميل نيت، ولا أحسن حاجة ديرها الإيميل. هذا الإيميل اللي تنهضر عليه التفعيل ديال الحساب أمريكي، تستعمل هذا الإيميل وتستعمل هذه النمرة هذه ديال أمريكا. بعد ذلك تيصيفطوا لك التفعيل ديال الحساب ديالك، تيصيفطوه لك في هاد النمرة هذه تيصيفطوا لك الكود التفعيل في البايبال، وتيصيفطوا لك عاوتاني الكود تفعيل الايميل. انت فعلتي البايبال ديالك امريكي، وبعد ما تتفعل تيولي عندك بايبال 100%. تتمشي للايميل، تتحيد الايميل وتدير ايميل ديالك الحقيقي. عرفنا القضيه هذه صافي، الايميل هذا مبقاش عندنا ما نديرو به، حيدنا ودرنا الايميل ديالنا. كيفاش غنديرو في النمره؟ المشكل في النمره السيت اللي مبقاش خدام ديال هذا ديال رقم امريكي. شنو هو الحل؟ الحل كاين، وحل بسيط جدا، بلا ما تصدع تقول لا غادي تسالها وغادي تسد ليا السيت وغادي يمشي ليا البايبال. غاديش يمشي ليا البايبال، غادي تمشي للبايبال ديالك، تحيد النمره، تحيدها نهائيا، دير ليها سيبريمي، وغادي يقول لك غادي يطلب منك باش غادي تخلي بايبال ديالك السيكوريتي، يطلب لك وقتاش تزاديتي وقتاش، المهم بعض الاسئله ديال كود السيكوريتي، سميت باك ولا سميت، المهم بحال هكا هادشي اللي غادي يعطيك، وتدير البايبال ديالك السيكوريتي بلا نمره. حيدتي النمره بعد ما فعلتي البايبال بالنمره امريكي، موراها تتمشي للبايبال تتمسحها، لا ما بغيتيهاش تمسحها، تتخليه بلا نمره، تتخليه بالايميل ديالك الحقيقي بحال اللي عندي، بالايميل ديالي والمعلومات ديالي شخصيا، وتيبقى هي القضيه ديال امريكا. ما عنديش مشكل، انا كنت في ميريكان وجيت للمغرب، ولا كنت في ميريكان وجيت للجزائر، وصافي داكشي هو هذاك، وداك العنوان ديال المدينه اللي راني فيها، وصافي وتم التفعيل الحساب 100% بالنجاح، بدون مشكل وبدون اشكال. وما حطيت المعلومه ديال حد، وما خديت المعلومه ديال حتى واحد، كلشي ديالي
وايميل ديالي، وغتشوفوا معايا بالدليل هو كلشي. غتشوفوا معايا الباي بال، تم تفعيل الباي بال 100% بنجاح. كتشوفوا معايا 100% راه بان تما، هذه هي 100%. راني صيفط ليه السميه ديالي سعيد الوقت، صيفط ليه وصيفط منه وجربت فيه نشري بيه وداكشي كلشي. هو هذاك ماستر كارت هي هذه، بغيت نزيد كارت اخرى. وفي الاخر فاش تسالى لا كارت راه تحيدها، ما عندك غير هاد الكارت. المهم عندك الحساب ديالك هو هذاك مفعل. هادشي اللي بغينا، داكشي اللي بغينا راه حقناه. وفي الاخير تنقول لكم تبارك الله عليكم. ما تنساوش اللي يعجبو الفيديو، اللي استفاد المعلومه يبارطاجيها مع صحابو، وخلينا اللايك والتعليق. واللي بغى شي معلومه ولا شي حاجه ولا شي استفسار في هذا الموضوع اللي اقترحته عليكم اليوم، راه ممكن تواصلوا معايا على الصفحه ديالي الرسميه اللي هي سعيد بالوقيد على التواصل الاجتماعي فيسبوك، واللي هو هذا. تابعونا على صفحتنا الاجتماعيه من هنا او من هنا، قوموا بالاعجاب. وما تنساوش كاينه قضيه اخرى اللي هي احسن بديل لادسنس. الموقع هذا تنصحكم به بعد ما حطيت عليه الشرح، واستفدوا منه بعض الاصدقاء. اللي هو هذا احسن بديل لجوجل ادسنس، تلقاوه في الموقع ديالي. اتوركوا هنا وتسجلوا. هذا الموقع هذا تم التعامل معه، وصلت لي المعلومات ديالي. والغريب في الامر جوج الناس دخلوا للموقع ديالي، وواحد منهم ورك على اعلان وحصلت على 47، المهم تقريبا نص دولار. هذا الموقع هذا عنده بعض الدول طالعين بزاف. وبالاخير نقول لكم تحياتي، وتنتمنى تكونوا